بين الدين والحياة. في هذه الأيام التي نمر بها في هذه الأيام بالفعل، سواء بهذه اللحظات الجميلة ورحمات الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، بالفعل لابد أن تكون هذه رحمات من الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الجميلة. ولكن احنا بنتحدث أيضا في الظروف الصعبة والأزمة التي نمر بها في هذه الأيام، نتيجة للتفرق، نتيجة للتشتت، نتيجة لهذا الاستقطاب يعني الملحوظ جدا في هذه الأيام، والذي يضر بالفعل بالمجتمع المصري كافة وبالمواطن المصري خاصة. نتحدث في هذه الحلقة عن أهمية الاعتصام، أهمية الوحدة، أهمية المصالحة الوطنية، فهم بالفعل طريق النجاح في هذه المرحلة حتى نخرج من هذا النفق المظلم. معنا في هذا الحوار الشيخ حسن الجنايني من علماء الأزهر، وأيضا معنا دكتور جمال سلامة أستاذ رئيس قسم العلوم السياسية جامعة السويس. بنرحب بحضراتكم. ويمكن يعني أنا في البداية بتحدث عن هذا الموضوع لأنه ليس بالسهل، ونحن نتحدث عن التفكك والتشرذم والاستقطاب هذه الحالة. شيخ حسن، الحقيقة نتكلم عن الاعتصام، نتكلم عن الوحدة، لكن مش الاعتصام بالمفهوم الحالي الآن، ولكن الاعتصام وهو الوحدة والتآلف والمصالحة وأهمية المصالحة. ولكن في البداية عايزين نتحدث من وجهة بقى الشريعة ومن وجهة علمائنا أهمية أو معنى الوحدة الحقيقية لأي مجتمع وأهميته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا ده أمر من الله سبحانه وتعالى، بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والقرآن الكريم دائما عندما ينادي يا أيها الذين آمنوا، ما قالش أبدا يا أيها المؤمن أو يا أيها الرجل أو يا أيها، لأن الأصل في الأمة أنها أمة واحدة، أمة متماسكة على قلب رجل واحد. مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تواصل بين الناس واعتصام وحب لا يمكن هيبقى في فقير، لا يمكن هيبقى في إنسان مريض مهمل أو متروك أو إلى غير ذلك من هذه الأمور. شيخ حسن، برضو ادانا يمكن يعني الحقيقة يعني قصة أو جزء روحاني قوي. طلعنا وسمينا وارتقينا بهذه المعاني الجميلة لأهمية الحب وأهمية المودة وأهمية التراحم وأهمية التواد. كل ده هيوصلنا يمكن لمفهومنا النهاردة، وهي قصة الاعتصام والوحدة. وزي ما بقول كلمة الاعتصام، خلاص خلصنا كلمة الاعتصام، قلنا لا نعتصم في مكان، يعني اعتصام يعني في تجمع. خلينا ناخدها من هذا المعنى. أكيد العلوم السياسية والنظريات السياسية أصبح ليها نظرة أخرى لأهمية الاعتصام بالنسبة للأمم. الاعتصام هي الوحدة وأهمية المصالحة الوطنية وأهمية إن احنا نبقى متجمعين، مش عايزة أقول على رأي واحد، ولكن إلى حد ما يكونش هذا التفكك وهذا التشرذم الذي نعيشه في هذه الأيام. الاعتصام أو الوحدة، وحدة الأمة، هذه ما يكسب الأمة أو الدولة شخصيتها القانونية في الداخل وشخصيتها تجاه الآخرين. بمعنى أن أنت في الدولة نفسها لن تستطيع أن تقوم بأداء دورها الداخلي، الدولة عبر نظامها السياسي، عبر الحكومة ومؤسساتها، إلا إذا كان هناك نوع من الوفاق الاجتماعي والكل يعمل. على المستوى الخارجي حدثي ولا حرج، فبالتالي كيف نستطيع أن نتحدث عن دولة أو عن سياسة خارجية أو عن شخصية لهذه الدولة تجاه الآخرين وهذا البيت ممزق؟ بالضبط كده، زي ما بنشوف كده أسرة كلها شجار وخلافات وتطاحن وتلاسن، ثم بعد ذلك تتعامل هذه الأسرة مع جيرانها. هل من الجيران من يحترمها أو من يقبلها أو من يعني يعطي لها أهمية أو وزن؟ بالتالي هذا أمر يعني من البديهيات. إذا لم يكن هناك وحدة داخلية نستطيع أن نواجه تحديات الداخل بها وتحديات الخارج، فبالتالي لا قيمة لهذا المجتمع. المجتمعات بتفنى أو الدول بتفنى بمثل هذه الأفعال. يعني الحق سبحانه وتعالى لا يحابي أحد. بمعنى الآية وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي ناس؟ مطلق الناس. إذا لم تأخذ يأخذ أي مجتمع
بمستحقات البقاء كدولة أو مجتمع سيفنى. فبالتالي بمثل هذه الأفعال دون ذلك لن يكون لك شخصية لا في الداخل ولا في الخارج. كلمة خطيرة جدا قصة أن ممكن الدولة تفنى. نعم، من كثرة هذا التفكك كثيرة ودول كثيرة وإمبراطوريات عظيمة، وإمبراطوريات كانت دول عظيمة وفنيت بمثل هذه الشقاقات، بمثل هذا النوع من التناحر. الحق سبحانه وتعالى بيحذرنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هل ده احنا هنا بس مش نزاع، ده احنا دخلنا في مرحلة الصراع بهذا المنطق الذي يريد أن يفعله، منطق التغريب الذي يريد أن يفعله الناس. وبالتالي يعني نحن في وضع إن لم ننتبه إليه كلنا فبالفعل سوف يعني نصل إلى مواقف أخرى لا تحمد عقباها. والله حضرتك لو يعني كل مواطن النهاردة ودلوقتي بيسمعنا وبيعي كلمات حضرتك مدى هذه الخطورة، زي بالظبط ما بنجيب طفل ونقول له إذا قربت من النار هتتلسع. احنا بنحذرك، وهذا هو تحذير الأساتذة في العلوم السياسية والخاصة بالنظريات السياسية، لأن كثرة هذا التفكك وهذا التشرذم بالفعل سيؤدي إلى فناء أي أمة يعني بتسعى في مثل هذا المجال. الحقيقة شيخ حسن بنتكلم على الوفاق المجتمعي، لأنه دكتور جمال يمكن ألقى الضوء على هذه النقطة، الوفاق المجتمعي، وهو دلوقتي ما نطلق عليه الآن قصة المحاولة للوفاق الوطني، وهي المحاولة للمصالحة الوطنية. حضرتك يعني ترى كيف يكون السبيل بالفعل وأثر تحقيق هذا الوفاق الوطني والمصالحة الوطنية خاصة في مثل هذه الأزمات؟ يعني ليس هناك حل للمصالحة إلا بالحوار. نحن أولى من غيرنا، كله بيقول كده، وأنا اللي بتودي في دي أنا بتاعت الشيطان دي. لكن لو مع الحوار أنا أظن أن الموضوع سينتهي، ويكون في حكماء ما يكونش لهم أي أهداف أو أجندات كما يقولون أو استراتيجيات زي ما يطلقون. لا، احنا عايزين يبقى في تجرد لله سبحانه وتعالى. تعالوا عشان خاطر هذا الوطن، تعالوا عشان نبدأ نلم هذا الشمل، تعالوا عشان نقعد على طاولة مفاوضات، تعالوا نشوف مين المخطئ ومين، وبلاش نتكلم في اللي فات. وبلاش يعني برضو قضية خطيرة جدا عملية التخوين. ما هو ما فيش أبدا مسالمة، كله تخوين. يعني التيارات الإسلامية تخون جبهة الإنقاذ بما فيه، والإنقاذ يخون التيارات الإسلامية، والتيارات الإسلامية تخون بعضها بعضا. ما هو ده اللي بيحصل، ما هو هذا هو السيناريو.